ابني ما بيسمعش كلامي، اعمل ايه؟ وكل لما اجي اقوله على اي حاجه خطر او اي حاجه ما يعملهاش يقوم عامل، وكأنه بيعاند معايا. اتصرف معاه ازاي؟ وعناده هيوقعه في خطر. طيب تعالي معايا احكي لك الحكايه واحكيها له، واكيد القصه دي فيها عبره، خليه يستفيد. مكان يا سادة يا كرام ما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. كان في قديم الزمان قرية صغيرة مليانة بالزهور والعصافير. كان في طفل اسمه سليم. سليم كان ولد طيب وشطور وذكي، بس كان عنده عادة صغيرة مش حلوة. كان في أوقات ما بيسمعش كلام ماما وبابا. ماما جاتله في يوم من الأيام تنصحه وهي مبتسمة: يا سليم، ما تلعبش في الشارع لوحدك، في عربيات وده خطر عليك حبيبي. سليم بيحسب ان الموضوع لعب وهزار، وخرج بالفعل يلعب بالكورة في الشارع وبين العربيات. فجأة جت عربية من بعيد وعملت صوت فظيع. وقف خايف سليم لأن العربية قربت منه كتير. وفجأة الحارس كان بيجري حواليه ويقول له: الحق يا سليم، اقف مكانك يا سليم. جرى عمو الحارس ناحيته: يا سليم، انت بتجري ليه في كورة في الشارع؟ مش ماما قالت لك بلاش تلعب تاني في الشارع بالكورة عشان تحافظ على نفسك؟ عرفت ان كلام ماما قد ايه مهم عشان نقدر نحافظ على نفسنا؟ سليم وهو خايف عرف معنى الكلام بتاع مامته وبطل عناد، ورجع وهو خايف حضن ماما على طول، وحس ان هو فعلا غلطان وقال لها: انا اسف يا ماما، من النهارده هسمع كلامك، اللي انت عايزاه انا هعمله عشان عارف ان انت عايزه الحاجه الصح ليا. ومن يوميها بدأ سليم يلعب بأمان في الحديقة مع أصحابه، والأم واقفة من بعيد مبتسمة. ومن اليوم ده بدأ سليم يبقى طفل مؤدب ويسمع الكلام، وكل اللي في القرية كمان حبوه لأنه